أرشميدس ينص النص بتاعه بيقول ان كلما غمر جسم في جسم ما في سائل ما، فان هذا الجسم يلقى قوه دفع من اسفل الى اعلى، يزيل كميه من الماء تساوي كميه السائل المزاح. كميه الماء اللي بتطلع دي نتيجه غمر الجسم، لو جبنا كوبايه وحطينا فيها مثلا اي حاجه فالميه بتزيد، الميه اللي زادت دي وطلعت بره اتزاحت، هي دي اللي بتمثل مساحه سطح الجسم او بتمثل الطفو الخاص بهذا الجسم. يبقى حضراتكم لازم نبقى على درايه بهذه القوانين. وانا اسف تليفون تاني. هنكمل مع حضراتكم الفيديوهات اللي جايه. الفيديو اللي جاي لازم كل فيديو بقول لحضراتكم هنتكلم عن ايه. هنتكلم على اتكلمنا عن بويل، هنتكلم على قانون تشارلز اللي هو الحراره والاسطوانه، وهنتكلم على قانون هنري، وهنتكلم اللي هو امتصاص السائل للغاز، وهنتكلم على قانون جراهام اللي هو خاص بالضغوط الجزئيه داخل الجسم نتيجه الغوص. اشوف حضراتكم على خير عشان احنا قربنا نوصل. شكرا على خير.